خسر الفنان عبد الحليم حافظ والموسيقار عبد الوهاب وربح الجمهور. بيحكي الأستاذ مجدي العمروسي صديق عبد الحليم حافظ ومدير شركة الصوت صوت الفن عن أصحابه عبد الحليم وعبد الوهاب في إحدى حلقات برنامج أعز الناس، وهي حلقات بتتضمن سيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومواقف من حياته، إنه عقب الانتهاء من تسجيل أغنية فيلم أيام وليالي سنة 1955، وهو أول فيلم ينتجه الموسيقار محمد عبد الوهاب للفنان العندليب عبد الحليم حافظ، ويقوم بوضع جميع ألحان أغنيته. بعد أن تم تسجيل أغنيات الفيلم وهي 5 أغنيات، قعد عبد الوهاب وعبد الحليم ومجدي العمروسي مع مهندس الصوت المشهور نصري عبد النور في كابينة الاستماع باستوديو مصر يستمعوا لأغنيات الفيلم. أغنيات الفيلم ال5 بيستمعوا ليها عدة مرات، ثم بدأ الموسيقار عبد الوهاب بيطرح سؤال على الموجودين: تفتكروا أحلى أغنية في الفيلم هتكون إيه؟ اللي هتعجب الناس؟ كانت الأغاني ال5 هما: أنا لك على طول، خليك ليا، عشانك يا قمر، إيه ذنبي إيه. ال3 أغنيات دول كانوا من كلمات مأمون الشناوي. أما أغنية توبة وشغلوني كانت من كلمات حسين السيد. أجاب على العندليب عبد الحليم حافظ برومانسيته المعهودة طبعا أغنية أنا لك على طول خليك ليا، وده لأنها بسيطة ولحنها بسيط والناس ممكن ترددها بسهولة. لكن الموسيقار عبد الوهاب كان ليه رأي تاني، وده لما رد وقال: مستعد أراهنك يا حليم إن أغنية شغلوني هي اللي هتضرب مع الناس، هيرددوها بسهولة لأن لحنها راقص. ثم قال لمهندس الصوت نصري عبد النور: أنا شخصيا برشح أغنية عشانك يا قمر، أطلع لك القمر مدام هواك قمر، وده لأنها أغنية مرحة وخفيفة. أما الأستاذ مجدي العمروسي راهن على أغنية إيه ذنبي إيه، رأى أنها ستكتسح لأنها كلها شجن، وصمم كل منهم على اختياره، وأنهم كمان كل واحد فيهم هيفوز بالرهان. ثم جاء اليوم الأول لعرض الفيلم، فيلم أيام وليالي، عرض بسينما ديانا. حضر الموسيقار محمد عبد الوهاب وعبد الحليم ومجدي العمروسي العرض الأول للفيلم، وكانت المفاجأة ليهم جميعا إن وقتها خرج الجمهور من السينما وهم بيرددوا الأغنية الوحيدة التي لم يراهن عليها أحد، وهي أغنية توبة. توبة إن كنت أحبك تاني، توبة سقابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها التوبة. خسروا جميعا الرهان. ظل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لمدة عام كامل يستطيع أن يغني في أي حفلة من حفلاته دون أن تبدأ بأغنية توبة. أول اسطوانة مصرية وزع في شهر واحد 180 ألف اسطوانة. يا ترى بقى انتوا بتحبوا أنا أغنية من الأغنيات ال5؟ ايه ذكرياتكم معاهم؟ ايه ذكرياتكم مع كل أغنية؟ فإن كان للفنان عبد الحليم حافظ أغاني كتيرة فورة جوانا كلنا فيها معانا ذكريات، زي موعود وحاول تفتكرني وسواح. بس الحقيقة إن 5 الأغاني دول الموجودين في فيلم أيام وليالي من أخف الأغاني اللي غناها عبد الحليم حافظ، بس إنها شبابية زي ما بيقولوا الأيام دي. العندليب الحقيقة كان مجدد، إلا إن كان جنبه عمالقة من الكتاب ملحنين، عصر ذهبي بالنسبة للمطربين والألحان والكلمات كمان. اكتبوا لي إيه رأيكم في الأغاني دي، وأحب أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم بيكم. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.